لأول مرة في الإمارات في أبو ظبي مطعم جندوفلي، سمعت إن هو جايب الفسيخ المصري والرنجة المصرية الأصيلة. هنشوف بقى هو جامد بجد ولا. الأكلة دي للأسف مش هنعرف ناكلها في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنجرب مع بعض نشوف الكلام فيه إيه ويلا بينا. أول حاجة نزلت المقبلات، مخلل ده مش عارف إيه بصراحة. دي سلطة طحينة، العيش طري، العيش بتاعهم مميز جدا وهم اللي بيخبزوه. لازم اجرب موضوع الطماطم دوت، شكله طماطم بس مش عارف مكوناته ايه. حرشه، ما فيش كلام. طماطم معاها فلفل معاها توم معاها زيت وليمون وملح. والاول مره اكل فسيخ بره مصر ومحتاجه. شوفوا المنظر معايا، بص كده منظر الفسيخ شكله عامل زي الزبده يا جدعان. بص الرنجه، بطارخ. اللقطه دي محتاجه الصراحه نعمل كده. هجرب الفسيخ ده ومش عارف الدنيا هتمشي ازاي. ريحه ما شاء الله حاجه حكايه. طبعا المفروض اصلا الاكله دي بتتاكل في البيت بصراحه، بس الناس هنا ظبطنا ظبطه حلوه فمحتاجين ان احنا نجرب. مش هحتاج طحينه عشان اشوف الكلام على ايه. واو بجد واو. فسيخ مش مالح يا جدعان، طعم الليمون فيه مظبوط، الحدقيه بتاعته والملح مظبوط، الزيت مش كتير. فسيخ من اول قطمه انت مش عايز توقف اكل. انا كده جربت الفسيخ، عايز اجرب الرنجه كمان، وبالذات خلي البطارخ شويه. هجرب الرنجه هجربها لوحدها عشان بدون زيت وبدون اي شيء. عايز اعرف طعم الرنجه من غير اي حاجه. طبعا لما سالت عرفت ان الرنجه الساعه بدون تسخين هتبقى طعمها اجمد بكتير جدا. الرنجه مش دلعه تماما، يكاد يكون ما فيهاش ملح، اقسم بالله. والمفروض ان انا ما احلفش، بس فعلا الرنجه يكاد يكون ما فيهاش ملح. ده هيخليك تاكل اكتر. طلبنا كمان مكرونه سي فود، صراحه لازم اجرب عشان يبقى حكمت على التجربه بالكامل. بصوا يا جماعه، مليانه من تحت سي فود. وايت صوص، واو واو. هاخد واحده ثانيه ازاي؟ اخر قطعه فسيخ موجوده في الطبق. قررت ان انا بما ان انا راجل بتاع عسل هدوق الفسيخ بالعسل. هل في حد مجنون ممكن ياكل فسيخ بالعسل؟ مش عارف، خليني اجرب. بس خليني اجرب الفسيخ مع عسل سدر جبلي يمني. طبعا العلبه دي ما بتفرقنيش. انا حاسس اللي انا بعمله ده جنان يا جدعان. دلوقتي انا هجرب. بسم الله. وحش، طعمه زي الزفت، محدش يجربه. سلام.